هدف على الطرف الايسر، ارضيه حاضره. اقسم لك بالله العظيم اني انا مقتنع فعلا انه العالميه صعبه قوي. وش رايك؟ انت حسيت يعني في جواب اكثر من كذا صراحه؟ فعلا العالميه صعبه قوي. العالمية صعبة قوية. طيب. ما كنت أدري أنها عبارات بين جماهير نادي. سمعت الكلام منك انت، احنا نتكلم عن العالمية صعبة قوي، شو المشكلة؟ ما فيها اساءة للهلال اساسا، ما له دخل الهلال. ان كن يقول عدنان حمد هذه العباره، يقول انا ما أقول، اشوف انه ما فيها شيء. اسمعني، احنا ما قلنا انه ما فيها شيء. عالمية صعبة قوية لونها أصفر. أن يتم مناقشة أن يقوم معلق يعني على مستوى كبير من الخبرة والتجربة زي عدنان حمد ويعلق على مباراة يقول العالمية صعبة قوية. إذا كان هذا النوع من التعليق هو ما تتحدث عنه وتريد أن نسكت عنه، هذا أمر مقبول، ولا يمكن أن ننزلق إلى مثل هذا المستوى من معلقين يدخلون أمورهم الشخصية وأشياء فيها يا عبد الكريم يشقون صف الرياضيين السعوديين والجماهير الرياضيين. لماذا يثير الجماهير الهلاليه بهذا الشكل؟ طيب عبد الكريم، يعني انت تتكلم عن موضوع اخر غير الموضوع اللي احنا نتكلم فيه، لكن هذا الموضوع الاخر، هذا الموضوع اللي يستحق المناقشه. طيب معليش عبد الكريم، طيب انا بناقشك في الموضوع اذا انت فتحته وتحدثت عنه. عدنان حمد غايب. طيب تفضل. المباراة اللي علق عليها عدنان حمد وذكر العالمية صعبة قوية ما كان الهلال طرف فيها، فكيف تعتبرها إساءة للهلال؟ جمهور الهلال نفسه رددها، العالمية صعبة قوية. نتابع. لكن هذا لا يبرر أن يقف الجمهور مع الفريق الكوري على الإطلاق، لا يبرر هذا التصرف على الإطلاق. لعبت مع الهلال 4 سنوات في كأس آسيا، كل مرة يخرج الهلال من دور مختلف. الآن أعطنا تقييمك، بعد أنت الآن خارج المشهد الأزرق، أعطني تقييمك، لماذا كان الهلال يخسر طوال هذه السنوات في دوري أبطال آسيا؟ أول شيء أنا بنشوف إنه الموضوع، ترى ما عندي وقت كثير، أحس إنه الموضوع نفسي. ليش؟ ثاني شيء أحس إنه إحنا في السعودية ما أبغى انهزم علشان خصمي لا يتشمت علي. هذه تسبب ضغط كبير. كنت تدخلون الملعب وانتم داخل الجزاء غريب بيسجل، شايف الثقة، بيضع الدعيع في جهة والكرة في جهة، الدعيع على اليمين والكرة على اليسار وهدف عين. التمريرة الجميلة وشوف يعني الاستلام الأجمل من الكاس والتسديد القوية من الكاس من أكثر من 30 ياردة على واحد من أفضل حراس آسيا، محرز أول أهداف فريق الشارجة والإمارات في هذا اللقاء. 1 الشارجة لا شيء الهلال، 1 الشارجة لا شيء الهلال، وإن شاء الله يستمر التقدم، إن شاء الله يستمر التقدم. حلوة يا الكاس، تقدم حلو.
هي جميله من اندرسون، هي الكره نفسها وسددها على الشمال حارس المرمى محمد الدعيع، وكانت اللعبه جميله ايضا من راس سعيد الكاس اللي هيئ كره جميله لاندرسون، واندرسون ايضا بذل فيها مجهود وسددها شماليه على حارس المرمى. شارجة 2 الهلال، شوف التمريره الذكيه من العنبري والتسديده القويه من نواف، وعلى طول في المرمى الهلالي اللي يتلقى 3 ضربات متتاليه من خارج منطقه الجزاء. نواف مبارك شوف التمريره في هذا الهدف الجميل، شوف العنبري توج جهوده بهدف جميل، والشارجة يقترب من دور الثمانيه، الشارجة على مرمى الحجر من دور الثمانيه، ان شاء الله تنتهي النتيجه بتقدم سرداوي. 4 الشارجة 2 الهلال، 4 الشارجة 2 الهلال، 5-5. شوف اندرسون وشوف لعب اندرسون وفن اندرسون، والدعيع ينظر لاندرسون، والهدف الخامس برازيلي ايضا، الهدف الخامس برازيلي. ملحمه كرويه، ملحمه كرويه. نبارك لفريق الشارجة صعوده لدور الثمانيه. ابارك قبل نهايه اللقاء، مبروك لفريق الشارجة، مبروك لحاكم الشارجة، ومبروك لولي العهد ولاعضاء. إن شاء الله نستفيد من الأخطاء. ذكرنا التاريخ، والتاريخ يقول بأن المواجهات العيناوية أو عفوا المواجهات الإماراتية السعودية هنا على ملاعب الإمارات ما فيها ولا خسارة إماراتية. يستمر التاريخ إن شاء الله اليوم. محاولة عرضية عالية راسية، الله! قادمون يا آسيا، قادمون، انتظرينا يا آسيا، صبرا الآن آسيا، صبرا. ثعلب الكرة الإماراتية، الثعلب فيصل علي، الثعلب فاز وأسعد الإمارات بأول الأهداف في آخر 3 دقائق في الشوط الأول. فيصل علي سجل أول الأهداف في شوط المباراة الأول. الهدف راح يأتي، نعم أتى من فيصل علي، نعم الثعلب فيصل، يا سلام. هذه المرة لو شو يا محمد الدعيع، ما تفيدك الخبرة الدولية ولا 177 مباراة ولا كل المشاركات العالمية. كرة فيصل علي مستحيلة. بعد مرور وبعد ايضا مهارة عالية من حميد في مكان الان في الجهة اليسرى. يلا يا سبيت، بيعدي سبيت، يلعب للكرة ابراهيم دياكي. حميد فاخر يبحث عن العرضية، بالفعل هي عرضية باتجاه فيصل. الله! جيل البرازيلي وغاوي العيناوي، في الشوط الاول وفي الشوط الثاني. مسلك البنفسج رائع في هذه المباراة. الله يا كيلي، برازيلية كبيرة عيناوية إماراتية في مرمى حارس الكرة السعودية. والفرحة الكبيرة لسمو الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد رئيس اللجنة التنفيذية، وفرحة جماهيرية لجماهير الإمارات. شايف الكرة؟ الله! هذه كبيرة يا كيلو، هذه كرة معلم. صار له زمان يلعب كرة قدم، صار له سنين يلعب كرة قدم. معلم، اوه يا له من معلم. لعب له كرة سكلها بكنترول، في كرة في الكسر من الثانية لا يمكن. وقف الدعيع البرازيلي كيلي. اسماعيل الكرة معاه، واحد من الاسماء الخطيرة، نجم من نجوم الكرة الاماراتية، محاولة ضرب الجول، اسماعيل ياخذها ويتقدم على طول من نص الملعب. خطيرة، نجم الامارات الاول، صاحب اجمل هدف في خليج 18، هداف خليج 18، صاحب لقب افضل لاعب في خليج 18. ورا تقدم الوحدة الاماراتي في هذه المباراة، تقدم بها على طول، اخذها من نص الملعب ولعبها بكل قوة، وبالتالي هدف على شمال الدعيع. والهلال الان يتأخر امام الوحدة الاماراتي في دقيقة 18. لاحظ هذا هو على طول بمجهود فردي، بثقة رائعة
بامكانيات وقدرات بعزيمه اكثر من رائعه. نعم اسماعيل مطر يضع الوحده الاماراتي في المقدمه بهدف دقيقه 18. محمد الشلهوب صاحب أجمل فرصة ضائعة في بطولة آسيا. محمد الشلهوب يتقدم بيلعب للكرة. الله أم صلال، أم صلال إلى دور الثمانية. أم صلال، أم جبال، أم رجال يدخلون التاريخ، ينجحون في الوصول إلى دور الثمانية. بابا مالك هو البطل، هو العريس، وأم الصقور صقور برزان. تمشي كرة طويلة ملعوبة الفريق الإيراني. شوف يعطيه مساحة ينطلق ويوزع. مش معقول يا زوري. خطاب فاتح من الوساوي يلف يدور يضرب كرة ويسجل الهدف الأول. الفريق الإيراني مرفوض تماما. مش معقول، مش معقول الهلال يخسر آسيا بهذه الأخطاء الفادحة من ناحية الدفاع. مش معقول. وكرة الزيايا مرة ثانية الكرة في العمق يضرب الكرات الطويلة لتي. خطيرة 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 من نور. نور 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 مش ممكن. فرصة هدف أول. الله يا الأهلي كبير يا نمور جدة. الله على الاتحاد. الاتحاد قوة في الاتحاد قوة. مش ممكن. كراسنوند يا بلو. 9 ألقاب 9 بطولات بالنسبة لباندر بن محمد. والثاني يا زيايا والثاني يا زيايا. مش ممكن. مش معقول. مش معقول. الزيايا الصيفي في يوم كبير. رقصة الجزائريين. 2-0 في هدف الأروع. 2-0 في هدف اسمه إبداع في كورة بلغة الإقناع. شلهوب مرة أخرى. ممتاز زيايا. ممتاز زيايا. زيايا وان كونتران 1 على 1 يعطي كرة النور. 2 ضد 3 الآن. ماذا ينتظر نور؟ ينتظر التمرير. الآن شوف الفريق الأزرق في منافسة صعبة. والثالث مش ممكن. مش ممكن. مش ممكن. مش ممكن. مش ممكن. مش ممكن في وقت نحكي على أن الهلال 5 ضد 3. مش معقول. كرة في مكان عرضية. مستحيل مستحيل. كرة في غاية الخطورة. هدفين بمثابة الحل الفردي. مهارة عرضية عالية راسية. أولسان خطيرة. الكرة ثابتة. عرضية راسية رباعية. ممكن عقدة الوورد كاب يا زلاتكو. ترجع الكرة مرة أخرى للأخويا. المسكني يعطي باس. قال له سجل. قال له سجل. يحطها. يحطها دقيقة واحدة بلاش. يحطها دقيقة واحدة بلاش. القناص 1 بلاش في باس من نمس. المسكني خرجوا راس. قال له الحضور الجماهيري متميز جدا اليوم في استاد عبد الله بن خليفة هنا في مدينة عاصمة قطر الدوحة. تمشي كرة خطيرة وفرصة الهدف الثاني. الهدف الثاني للفريق القطري. هدف ثاني من الرائع موسى. هدف ثاني لموسى. موسى يسجل بالراس. ثاني الأهداف. يسجل بالراس. ثاني الأهداف. التمريرة لبصعة السدري. لمسة وانطلاقة لجوريتش. عرضية خطيرة وفرصة. هدف أسطوراني لتومي يوريتش. رائع جدا المرور والتجاوز من الجهة اليسار والتمريرة إلى أحمد خليل. خليل يقود هجوم لصالح الأهلي على الجهة اليسرى. يلعب الكرة العرضية. هوبا جول. لما عاد ليفعلها مرة ثانية في مرمى الهلال مثل ما سواها ليما في المباراة الأولى. إنه الهلال لا يسجل إلا في شوط المباراة الثاني إن كان سيسجل الهلال. كرة ملعوبة إلى وسط الملعب. واصل الكرة في صالح النادي الأهلي. ساقطة. ريبيرو
والمكتسبات اللي حققها. ريبيرو عند الركلة الحرة المباشرة يلعب كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء. السديري طلع كرة وتسديدة تذهب إلى حارس المرمى. هدف ثالث يضع الأهلي الإماراتي في المباراة النهائية بعد إبعاد خاطئ من السديري ودفاع الهلال. قلت لك احتمالات كرة القدم غريبة جدا، غريبة جدا في مباراتين الذهاب والإياب. وفي حالة الذهاب والإياب الاحتمالات في كرة القدم غريبة جدا. الأهلي استطاع أن يعود وهدف ثالث يستغله ويسجل كوك يونغ وون الذي يسجل ثالث لفريقه ويذهب بفريقه إلى المباراة النهائية قبل دقيقة واحدة. شوف الكرة مبعدة بقبضة اليد ثم الكرة على طول يسجل من الهدف الثالث. كون الذي تواجد في المكان الصحيح واستثمر الكرة سجلها قوية وسجل منها الهدف. كرة من جانب جيباروف أمامية خطيرة. هدف ثاني جيباروف عرضية وخطيرة وجول. ارقصوا ارقصوا وغنوا وافرحوا وامرحوا.